السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. تبان لي هذا هو الفيديو الوحيد اللي راح نهضروا فيه على حاجة مليحة وحاجة صرات وحاجة راح تكون مفيدة جدا جدا في قابل الأيام. إذا بسبب الرياضة وبسبب حبنا للرياضة خاصة كرة القدم، راكم شاهدتوا باللي خرجت العديد والعديد من القنوات التلفزيونية، ودائما وابدا عندها بلاطوهات ومحللين وناس شغل راهي قارية كرة القدم، قارية تدريب، قارية كلش عندهم، يعني ربي يبارك موسوعة، وهما في الحقيقة ما عندهم حتى علاقة بكرة القدم. وكما شفنا في السنوات الأخيرة كان همهم الوحيد هو إسقاط كرة القدم الجزائرية بين قوسين، لأن الرياضات الأخرى ماناش مهتمين بها طول، رانا مهتمين غير بكرة القدم. إذا خرجوا لنا محللين، خرجوا لنا بلاطوهات تحليليه، خرجوا لنا منتقدين، خرجوا لنا ناس تعرف تحلل، ناس تعرف شغل بناء على التجارب نتاعها. انسان تسقسيه واش قدم اللاعب الفلاني يقول لك حنا بكري. الان خرجت حاجه جديده، ولا الحاجه اللي راهي مليحه 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 بزاف هي اللي راح نهضروها درك، وهو انه الوزير تاع الاعلام والاتصال راهو خرج وقصف القنوات هذو. رانا نعرفوهم، القنوات هذو رانا نعرفوهم والكل على بالو بيهم، ما عنده يعني ما كانش اللي نخبيه. اذا قناة النهار نقلت لنا واش قال وزير الاتصال، واش التحذيرات اللي مدها، واللي خاصة في جانب الإعلام الرياضي. نقرأ لكم المقال ونشوفوا الطريقة اللي انتهجها وزير الإعلام والاتصال، طريقة تحذيرية وفي نفس الوقت راهو يهدد. إذا قال وزير الإعلام والاتصال محمد العقاب أن التجاوزات في الإعلام الرياضي أضحت تهدد الأمن القومي للجزائر. نعم. وأشار وزير الاتصال خلال لقائه مع وزير الشباب والرياضة ومسؤولين رياضيين إلى ضرورة الحذر وتفادي الانفلات في التناول الإعلامي، مشيرا إلى أن الإعلام الرياضي أصبح يلعب دورا سلبيا من خلال المرادفات التي يتناولها. عنده الحق، ورانا نشوفوا القنوات وعلى بالنا ونعرفوهم، ونعرفوا حتى واش يهضروا في البلاطوهات نتاعهم. نكملوا. واضاف وزير الاتصال ان الاعلام الرياضي كاد يتسبب في مشاكل دبلوماسيه بين البلدان، داعيا الى تفادي تناول القضايا الدوليه في البلاطوهات، داعيا الاعلاميين الرياضيين الى ممارسه الاعلام الرياضي بكل معنى الكلمه بعيدا عن التهويل. صدقني اول مره يخرج وزير للاتصال ويهدر الهضره هذه، وراهي هضره مليحه، يعني راهو مشكور عليها وراهو دار هده، لانه هذا راهو تحذير واضح وصريح لكل البلاطوهات ولكل القنوات اللي تدخل السياسه في الرياضه وما يعرفش يحكيو بالون ولا يحكيو يعني في مجال الرياضه، لانه الرياضه ماشي غير كره القدم، فيها كره السله، كره اليد، فيها الالعاب القوى، فيها الكثير والكثير من الرياضات. لكن احنا الاعلام نتاعنا ركز غير على كره القدم، وراك تشوف انه حتى وزير الاعلام والاتصال قال بانه راهي كادت ان تسبب مشاكل دبلوماسية. يعني الإعلام الرياضي راهو ولا عنده تأثير كبير في المجتمع، وبالتالي الوزير راهو وضع حد لمثل هذه التهورات، وإن شاء الله نشوفوا الحوايج هذو في أرض الواقع، وإن شاء الله نوليو نشوفوا إعلام رياضي تاع الصح، ماشي إعلام تاع خرطي، وماشي إعلام يهضر على واش صرا بكري. إذا هذا ما كان لدينا في هذا الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.